بصوا الجمال. بصوا شكلها كريم ازاي. بصوا مش تقيلة. الايه الكريم شانتيه مدياها الكريمة، مديها طعم كريمي. بصوا رائعة. الله الله الله، جربوها بالطريقة دي وقولوا لي ايه الاخبار. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما في خير وسعادة. بصوا يا بنات، بعد طبعا ما غسلناها كويس وغليتها لمدة يعني ما بتقعدش نص ساعة على النار، سبتها 3 4 ساعات. بصوا بفتح الغطا، بصوا شكلها عامل ازاي، شايفين فشرت. يلا نبدأ بقى في عمايل العاشورة. كل سنة وانتم طيبين، يلا بينا. بصوا يا بنات، انا بشوف ان النص كيلو بيبقى كتير عليا، فانا بشيل بصراحة منه كيس، نبقى نعمله بليلة فيما بعد. وبمسك بقى الباقي. النص كيلو بيبقى عبارة عن كوبايتين كبار من البليلة. شوفوا زي ما انتم شايفين كده اهو، ده بترمي جامد النص كيلو من القمح او البليلة. يلا هجهز نفسي بقى واجيب عليهم 2 كيلو. النص كيلو ده بحط له 2 لتر من اللبن. وطبعا يحبذ ان هو يكون لبن بلدي. اهو اللبن انا جبته وغليته وحطيته في التلاجة. هنحط عليها ال2 كيلو. بصوا في بعض القشطة انا مرضتش اشيل القشطة كلها، سبت حاجة بسيطة كده من القشطة. تمام. وهنجيب بقى عليهم 1.5 كوباية من السكر. تمام يا بنات، يبقى النص كيلو من القمح او البليله انا خدت منهم حوالي كده اهوت يا ولاد مغرفتين كده 3، علشان خاطر زي ما انتوا شفتوهم كده اما غليت وسبتها ساعتين 3 4 كده قامت مفشرت وادتني حجم كبير جدا، فشلت منها حبه مغرفتين كده بالكبشه دي او 3 مغارف، وحطيتهم في كيس وسبتها في الديب فريزر عشان خاطر نبقى نعمل فيما بعد. بيحبوا عندي هنا البليله. خلاص انا حطيت عليها بقى 2 لتر من اللبن، وقلت انا اللبن ده لبن طبيعي. شلت طبعا القشطه من فوق من على وشه، بس سبت حاجه بسيطه كده عشان تطعم البليله او العاشوره. هنجيب عليهم بقى 1.5 كوباية من السكر. تكون الكوبايه اللي هو المقدار كوبايه الميه اهي. ماشي، هننزل عليهم ب1.5 كوباية من السكر. دي كوباية ودي نص، وهنقلبهم كويس جدا. وهنشوف ان احتاجت العاشورة للبن او مية، هنبقى كل ده ملاحظينه قدام عينينا وهنشوف. يلا نرفع الكلام الجميل ده على النار ونشوف هنعمل احلى عاشورة ازاي. كل سنة وانتم طيبين، يلا بينا. بصوا يا ولاد، انا لقيتها جميلة ومش محتاجة لبن، والسكر دقته لقيته تمام. هجيب بقى الهاند بلندر بتاعتي كده وهضربها ضربتين، بس طبعا يعني عشان الصوت ما يبقاش عالي عليكم هضربها ضربتين علشان خاطر تفتت نص العاشورة. وبعد كده هو هنجيب بقى هنشوف الاضافات اللي هنضيفها بس انا بحب العاشورة بتاعتي تبقى كريمية. بص بقى يا ولاد، لما ضربناه بالهاند في البلندر بتاعتنا وتفتت جزء من العاشورة، بصوا جميلة ازاي، والله يكاد يكون مش محتاجة للنشا. يلا بقى نعمل التريكات الجميلة بتاعتنا اللي هتخليها طعمها كريمي وجميلة كده بتدوب في البق. بصوا هنجيب نص كوباية لبن، هنحط عليها 2 معلقة كبار كريم شانتيه، هنحط عليها معلقة كبيرة من اللبن البودر، هنحط عليها 2 معلقة من من النشا، ولو انها مش محتاجة نشا، بس هنحط كده. وشوفوا الجمال بقى. اولا الكريم شانتيه ده بيديها طعم كريمي رائع، هو واللبن البودر بيخليها كده ريتشي وغنية. يلا ندوب الكلام ده في كوباية اللبن ونشوف الجمال. يلا يا بنات، بصوا دوبنا اهو المعلقتين النشا ومعلقتين الكريم شانتيه كبار بتوعنا ومعلقة
اللبن البودر في كوباية اللبن. يلا بينا نحطها على البليلة. بصوا بص جمال البليلة من قبل ما نحط عليها النشا ولا اللبن. هي كريمية اصلا عشان ضربنا نصها في قلب الهاند بلندر. يلا هنحط بقى الجمال ده كله كده وهنشوف هتعمل بتعمل طعم كريمي خطير ورائع. نقلب كده تقلبتين. انزلي عليهم كده بنقطتين من الفانيليا وقلبي، ادي فرصة للنشا انها تدوب كويس، وتغلي لها غلوتين كده عشان ما يظهرش ريحة او طعم النشا فيها. في الجمال، بصي الطعم الكريمي. بصي احلى بليلة هتاخديها بعد ما بتحطي عليها الكريم شانتيه واللبن البودر. والله كمان ما كانتش محتاجة شوية النشا دول او معلقتين النشا اهو. اول ما هتغلي عشان اضمن ان ريحة النشا مشت منها او ما يبقاش فيها ظاهر ريحة النشا، هنحطها بقى ونغرفها في قلب الاطباق بتاعتنا. شايفين يا بنات الجمال؟ بصوا جبت اطباق كده من بتاعه اللي هي بنصب فيها الخشاف، وحطيت فيها، قلت علشان خاطر تبقى اطباق مشبعه للي هياخدها. بصوا الجمال. انا عندي طبعا في اللي بيحب الساده، وفي اللي بيحبها بالزبيب وجوز الهند، وفي اللي ما بيحبهاش بالمكسرات نهائي، فلذلك انا ما بحطش حاجه. اللي عايز يحط بقى اللي هو عايزه، بس انا بعمل طبقين 3 لان عندي بابا الولاد بيحب جوز الهند والزبيب. زي ما حضراتكم شايفين ادي اللي هو اللي بنحط فيه الخشاف. حطيت بص شكله جميل ازاي. وهلقيت عندي كام كاسه كده جميله، ممكن تحطوها في كاسات بيبقى شكلها اجمل واشيك. بصوا الجمال، شايفين الجمال. عندي اللي هو الكاسات اللي هي الشكل ده، وعندي كاسات تانية طبعا بس على قد اللي خلص من العاشوره. وعندي كان بولتين صغيرين كده اهو برضو حطيتهم. وبالهنا والشفا. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. ايه رأيكم؟ الطعم مش هقول لكم كريمي كده، استنى هوريكم بالمعلقه عشان نشوف. كريمي كده وتحس ان هو ريتشي وجميل جدا. ثواني هوريهولكم بقى بالمعلقه.